شيرين عبد الوهاب فنانة مصرية، صوت استثنائي دخل كل بيت عربي، محبوبة عند النساء والرجال. ولكن للأسف في السنوات الخمس الأخيرة بدينا كنلاحظوا واحد التراجع كبير، ماشي فنيا فقط ولكن إنسانيا ونفسيا. الحضور الإعلامي ديالها ولا ضعيف، والشكل ديالها تبدل، المشاكل القضائية ولات متكررة، والسبب الرئيسي على حساب المعطيات اللي متوفرة هو علاقة زواج فاشلة مع شخص رجعت ليه وطلقت منه أكثر من مرة. انا زي الفل يا خميس، انا بس لازم اروح اتعالج منه، لازم اروح اتعالج من اثاره، ومن اثاره عليا، من اثار ناس ما كانوش مقدرين قيمتي. علاقة مليئة بالتوتر، بالسب، المحاكم، الفضائح، وعدة مصادر إعلامية، من بينها خرجال الإعلامي عمرو أديب أكدت أن الحالة النفسية ديالها حرجة، وأنها كتعيش واحد العزلة تامة داخل ديال المنزل ديالها، كترفض التواصل حتى مع أقرب الناس ليها، وسط موجة ديال الاكتئاب اللي حادة، أزمات عائلية قانونية. هنا كنهضروا على شخصية الزوج السابق اللي كيتوصف عند بزاف من المتخصصين بأنه شخص نرجسي مؤذي. الشخصية النرجسية الخطيرة كتدمر الطرف الآخر نفسيا، وما كيعترفش بالخطأ، ما كيعتذرش، كيستعمل الشريك غير باش يحقق المصلحة ديالو، كيحول الحياة الزوجية لجحيم صامت. وشيرين للأسف بان باللي شخصيتها ما قدرش تقاوم قدام هذا النوع من العلاقات. شنو الرسالة هنا؟ أي إنسان بعيد على الله عز وجل كيكون مكشوف نفسيا، قابل للاكتئاب والانهيار. أما الإنسان اللي متوكل على الله عنده مناعة داخلية، كيعرف أن الرزق والصحة والفرج راه بيد الله، ما كيطيحش بسهولة. ندوزو دابا لواحد الموضوع آخر، وهو موضوع صادم كيتعلق بواحد الشخص يعرف باسم لينكس. هذا الشخص متابع بتهم خطيرة، من بينها قضايا أخلاقية جسيمة وشكايات متعددة من جمعيات حقوقية، وكتوصل العقوبات المحتملة لعشرات السنين. لينكس تم إيداعه رهن الاعتقال بالسجن المحلي بطنجة من قبل السيد قاضي التحقيق، مشكورا الشكر الجزيل السيد الوكيل العام. وحسب التصريحات اللي متداولة على لسان المقربين، المتهم قام بعدة محاولات انتحار داخل السجن نتيجة صدمة نفسية، الضغط وتوالي التهم، إضافة إلى العزلة والرفض داخل الوسط السجني. هنا خاصنا نكونوا واضحين، هذا ما كيعفيش نهائيا من مسؤولية جنائية، ولكن كيبين أن الشخص كيعاني من اضطراب نفسي عميق. واحد النقطة مهمة بزاف، عدد كبير من الناس اللي كيبانوا في مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات اللي هما صادمة، راه وراه هاد الشيء كاين عقد نفسية قديمة غالبا مرتبطة بطفولة مضطربة أو اعتداءات تعالجتش نفسيا. السجن بوحدو ما كيعالجش المشكل إلا ما كانت واحد المواكبة نفسية حقيقية، لأن الشخص يقدر يقضي العقوبة ويخرج ولكن من نفس المرض. اللي بغيت نوصل لكم اليوم هو اختار شريك حياتك بعقلك ماشي بقلبك، وبعد على العلاقة تامة. القرب من الله راه حماية نفسية قبل ما تكون عبادة. الفراغ الروحي خطر من الفقر، والمرض النفسي إلا ما تعالجش كيولد الكوارث.